لو لا قدر الله جيت تدور عربيتك في مره ولقيتها ما بتدورش، فهنا بيبقى في احتمالات كبيره للعطل. كمل بقى معايا الفيديو وانا هقول لك على شويه حاجات تعملها عشان تشوف الاحتمالات وتعرف حلها. اول وابسط احتمال هو ان البطاريه تكون جابت اخرها، وهنا هتعرف بانك اول ما تدور العربيه صوت المارش مش هيطلع، او صوت المارش هيطلع وهيبقى مقطع جدا وفي تكتكه كده في العربيه، وانوار العربيه هتفضل تلعب وتنور وتطفي. ساعتها خلاص تعرف ان البطاريه نامت ولازم تاخد للعربيه وصله من عربيه ثانيه او تغير البطاريه على طول. تاني احتمال وهو ان العربيه تكون فضت بنزين او ان ترمبه البنزين تكون عطلت، وهتعرف ده ساعتها بان صوت الدواره او صوت المارش بتاع العربيه شغال عادي، بس العربيه ما بتدورش. وما بتدورش طبعا عشان ما فيش بنزين واصل للموتور، وده ممكن يكون بسبب ان البنزين خلص او في عطل في ترمبه البنزين او في مشكله في الكهرباء او علبه الفيوزات مخليه ترمبه البنزين مش شغاله. وفي الحاله دي تحديدا لازم كشف من حد متخصص. طيب تعرف ازاي ترمبه البنزين شغاله ولا لا؟ ما هو ممكن تكون شغاله بس العربيه مفضيه بنزين. لو انت واقف في مكان هادي، اول ما تفتح الكونتاكت بتاع العربيه هتسمع صوت زنه جاي من الكنبه اللي ورا ناحيه اليمين. الصوت ده بيشتغل لمده ثواني ويفصل، وده معناه ان ترمبه البنزين اشتغلت شويه وضخت شويه بنزين للموتور عشان لما يجي يدور يلاقي بنزين يدور بيه، والترمبه بتبدا تشتغل تاني مع دواره الموتور. لو الصوت ده موجود يبقى الترمبه كده شغاله وما فيهاش مشكله. ثالث احتمال هو ان يكون عندك مشكله تانية اكبر في الكهرباء بقى بتاعه العربيه او في البوجيهات او في المباين او في حساس الكرنك، وفي الحاله دي لازم كشف من حد متخصص، لان دي مشكله انت مش هتعرف تحلها لوحدك.